مساء البركة حبايبنا مشاهدين برنامجنا المسبح الناري، حلقة جديدة عن استجابات الصلاة. ناس كتيرة بتسألني عن استجابات الصلاة، في صلوات مستجابة وصلوات مش مستجابة. احنا هنفهم جذور عدم استجابات الصلاة ايه، ودي ممكن تكون واضحة لناس كتير بس مش عايشينها، وممكن تكون غايبة عن ذهن ناس كتير ولازم يعرفوها. فاحنا لازم نفهم كويس جدا ايه اسباب عدم استجابات الصلاة وايه السبب الرئيسي فيها. هنقرأ من يعقوب 4:2-3. لستم تمتلكون لأنكم لا تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رضيا لكي تنفقوا في لذاتكم. التفسير البسيط السريع للآية دي إن لن يستجيب الرب للصلوات القلوب الرضية. صلوات القلوب الرضية غير مسموعة. يعني ايه يا اختي سالي؟ يعني انا قلبي راضي. احنا لازم ندرك ان محبة الله لينا كاملة، محبتنا احنا للرب اللي محتاجة تكبر كل فترة بسبب عدم ادراكنا ووعينا ان هو بيحبنا قد ايه. قلبي لو مش نقي مع نفسي او مع الرب او مع الاخرين، القلب ده مهما يصرخ ويتألم ويعوز استجابة مش هيلاقي، لان اصلا هو في مكان رضي، مكان ما بيمجدش الرب. المكان الروحي اللي انا ما بجدش فيه الرب هو المكان اللي انا بعيش فيه احاسيس وزيف الحية وافكار من الامور الشيطانية ومن عدم الامانة، من عدم المحبة للي حواليا ومحبة للرب يسوع وعدم تصديقي في الكلمة الحقيقية اللي في الكتاب. فبسبب الامر ده احنا بنوصل لعدم استجابات صلاة. يبقى عدم استجابة الصلاة بتأتي أولا وأخيرا بالقلب الراضي أو القلب الصالح. القلب الصالح هو قلب المؤمن الحقيقي اللي بيحب سيده وبيعيش أمانته، وشهوات الصديق تمنح أما رغبة الأشرار تبات. يبقى أي رغبة جوايا إن مثلا عايزة أكون مقتدر عشان أكبر على الناس وافتخر وأكون في مجد أرضي ويكون ليا مكانة أرضية والناس تشاور عليا، أو إن أنا أكون في غنى وبركة لأن رخاء الرب دي من ورثي أنا كابن للرب، إن أعيش في رخاء وأبارك اللي حواليا وأسعدهم، لأن المعطي المسرور يحبه الرب. كل الأمور دي كلها بتتلخص في القلب. قلبي لو مش أفكاره حقيقية تمجد الرب وتبارك الناس وتسعد الآخرين معايا بلا أنانية ولا عجرفة ولا كبرياء ولا زيف ولا هوس العالم وشهوة العالم، يبقى أنا كده ماشي صح واستجابات صلواتي بالإيمان بتتم. لكن لو أي أغراض ليا حتى في الشفاء، أنا عاوزة أقوم واتشفي وأكبر وأشوف شغلي وأشوف حالي ومالي، أنا عايزة أعمل وأعمل وأعمل وطموح
طموح العالم وطمع العالم واكل فكري، الحاجات دي كلها بتأجل الشفاء وبتوقفه. لكن لو انا فعلا بحب الرب من قلبي وعايزه اتشفي من اجل ان امشي طريقه ومجده واستمتع بحياتي في الارض زي ما الرب وهبها لي، واصدق في كلمه الرب واعيشها حيه في حياتي، وعندي ادراك قوي لهويتي الروحيه مع المسيح، انا هشفى بالايمان، اشفى بالعمل الصالح، اشفى بالقلب النقي. يبقى القلب النقي، القلب الصالح، القلب المقدس هو اللي صلواته مستجابة. هذه الآيات تتبع المؤمنين. المؤمن أصلا في ذاته قلب نقي مؤمن، يعني عدم الشك وعدم الخوف ده من الإيمان. فلو أنا شكاك وخواف ورديء الفعل ورديء القلب ورديء الفكر، أنا صلاتي مش تستجاب لا ليا ولا اللي بصلي من أجلهم. عشان كده دايما بنبقى مدركين ان في خدمتنا كخدام للشفاء وللتحرير والكلمة والامور اللي الرب بيبقى عاوزها مننا، لو احنا ما عشناش حقيقيتنا مع المسيح وما عشناش هويتنا مع المسيح وقدسنا نفسنا من اجل المسيح، حقيقي صلواتنا مش هتبقى مستجابة. فهنيجي نصلي للمرضى مش هيبرأوا، نصلي للمقيد مش هيتحرر، لان انا قلبي مش نقي، قلبي مش عايش مع المسيح، مش مصدق فيه الكامل. عايزه اقول لكم ان رداءة القلب كمان بتاتي من عدم الايمان. يعني مش لازم اكون قلبي راضي ان انا بشتهي حاجات، لا، ده حتى قله ايماني رداءة قلب. لازم اكون حقيقي مصدق في الرب. الثقه في الرب هي الحياه، لا يمكن ارضاء الرب بدون ايمان. يبقى ثقتي في الرب وإيماني فيه هي اللي هتعطي الاستجابات لصلاتي. يبقى استجابة صلاتي بتأتي من قلب مؤمن، قلب نقي، قلب مقدس، وأصبر في الرب وأترجى الرب ورجائي فيه لا يخزى. فبالتالي دي استجابة عظيمة لصلواتي. لا محتاج ان انا اتفلسف، ولا محتاج ان انا ابان متدين، ولا محتاج ان انا اقف على منابر عشان اصلي من اجل الناس، بل كل ما اصنعه ينجح، وبل وكل ما اريده من الرب هيعطيهوني، لان انا ابنه وقلبي اعطيته له. اعطي لي يا ابني قلبك ولتسلك عيناك طرقي. كل ما هعطي للرب قلبي اكتر، كل ما استجابت صلواتي هتزيد، كل ما محبتي للرب هتزيد، كل ما استجابات الصلوات من أجل الآخرين، إذا كان بالشفاء، إذا كان بالتحرير، إذا كان بالأمور اللي محتاجينها أننا نتشفع من أجلهم فيها، تستجاب فعليا في هذا الزمن. ليه؟ لأن أنا بنقي قلبي. أنا ممكن أكون حاطط في قلبي أمور مش من الرب ومزعجة للروح القدس، فبالتالي بتوقف عمل الروح القدس. لكن النهاردة أنا بدعوكم اخواتي إن احنا ننقي قلبنا كلنا ونصدق في الرب ونحبه من كل قلبنا. حب الرب من كل قلبك وفكرك. دي طلبات الرب لينا، دي أمور اللي عايزة نعيش فيها الرب. وبعد كده كل هذا يزاد لنا. فطلباتنا مع الروح القدس بالأمانة والمحبة هتعطينا استجابات سماوية عظيمة في كل نواحي حياتنا وفي كل نواحي حياة الآخرين اللي بنصلي من أجلهم، وهنكون مستنيرين وسط شعب الرب ومباركين وممسوحين وقدسين في ملكوت الرب. فبالتالي الأمور العظيمة الصالحة اللي الرب عايز نعيش فيها بداية هي نقاء القلب. أول ما هنقي قلبي ولا أشتهي رضيا، فبالتالي صلواتي مستجابة. لكن لستم تمتلكون، دي في تاني يعقوب، لستم تمتلكون لأنكم لم تطلبون، يعني مش مدركين طلباتكم في المسيح. تطلبوا ولكن لستم تأخذون لأنكم تطلبون رضيا لكي تنفقوا في لذاتكم. طلباتكم بلا روح بلا قلب. فبالتالي علشان أكون بتلذذ بالحاجة اللي أنا عايزها، أتلذذ بصحتي، أتلذذ بمالي، وما عنديش أي محبة وأنانية شديدة في الحاجة بتاعتي أو الممتلكات بتاعتي، وما عنديش محبة العطاء وما عنديش التشفع للآخرين، فبالتالي صلواتي مش مستجابة لا ليا ولا لنفسي، لا لنفسي سوري، ولا للآخرين. فاحنا عاوزين نكون حقيقيين في الرب، عايزين نكون بنمجده صح، عايزين نكون أمنا فيه، عايزين نكون صلواتنا مستجابة، لأن الزمن ده الرب محتاج يستعلن مجد أولاده. مجد أولاد العالي لازم يستعلنوا، مش هينفع يستعلنوا قلوبهم مليانة شر مليانة رضي، هيبطل عمل الروح القدس. أنا بصلي لكم حبايبي إن عمل الروح القدس يغمر بيوتكم،
يغمر أفكاركم، يغمر أحاسيسكم في المسيح، يملاكوا حب للرب، يملاكوا أمانة، يملاكوا تلذذ بالرب. نتلذذ بالرب، نتلذذ بيه دايما، وهو يعطينا سؤل قلبنا. ويعطينا سؤل قلبنا ده معناته استجابة صلاة، واستجابات الصلاة يسبقها ان انا اتلذذ بالرب، يعني احب الرب واستمتع بالرب. ومحبتي ليه دي مش هتظهر في اجتماعات بس، وهتظهر في حضور كنايس، هتظهر جوه لوحدي وانا في اوضتي، وانا بكلم نفسي، وانا قاعد مع نفسي، وانا في افكار نفسي، وانا في احاديثي، حتى في مشاكلي. امسك في الرب واصرخ واصدق ان الرب هيخرجني من المأزق ده بقوته، وفعلا يستجيب لي ويستجيب صلاتي. انا بشكر الرب ان هو معانا النهارده ومعانا في كل يوم. بنصلي سلام يغمر قلبنا، بركة سماوية على حياتنا، كل استجابات للصلاة بسبب قلوبنا اللي بتخضع للرب وبتتوب عن كل راضي. بنتوب يا رب الآن عن كل أمور شريرة وراضية فكرنا فيها، وقفت استجابات عظيمة لصلواتنا معاك يا سيد، لأنك أنت رب فاحص القلوب، مش بالكلمة الفم بس، لكن يا رب أنت يا رب كاشف كل أسرار أمور عظيمة إحنا نفسنا مش فاهمينها في نفسنا، من الخطايا المستترة ابرئنا. أنا بشكرك يا سيدي لأنك سامع وبتستجيب، لأنك حاضر وبتستجيب. وبنشكر الرب لأن الآن بيستجيب لصلواتنا، وأهم صلاة لينا إن إحنا بنتوب وبنرجع عن رداءة قلوبنا وأفكارنا وأي شر اترمى علينا، ومن الخطايا المستترة إبراء، عشان لما استمتع باستجابات صلاتي تكون استجابات قوية وفورية وعظيمة تتمم مجد الرب، ويحصل من خلالها معجزات تمجد اسم الرب. بشكر الرب من أجلكم حبايبي، وبشكر الرب من أجل محبتنا الحقيقية للرب، وعاوزين نكبر ونتنعم بيه ونستمتع بيه، فبنتعلم كلمته وبنحياها فتحدث المعجزة ويحدث الاستجابة ونرتاح كلنا في سيدنا. أنا بشكر إلهي على محبته لينا، وبنشكر القناة على إتمام عمله معانا، وإن إحنا نطلع ليكم على التلفزيون علشان نمجد الرب في كل أمور بنتكلم بيها معاكم، وحلقات جديدة دايما الوقت اللي جاي في برنامجنا المسبح الناري. ربي يباركوا حبايبي، وألف سلامة. سلام.